كابتن امير اهلا بيك. اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامه الاول. الله يسلمك. والف مبروك على الجائزه اللي انت خدتها من كوريا. الله يبارك فيك. طبعا كابتن محمد ياسين قال لنا الحوار مشي ازاي والبعثه كانت ازاي. الحوار اللي عايزينه مع حضرتك بقى يعني تقول لنا ايه المعوقات اللي قابلتكم هناك؟ ايه اللي شفته هناك تتمنى فعلا يكون في السيرك نعمله هنا في السيرك؟ هل تعرضتوا لمواقف طريفه؟ موضوع معين كده يعني كلمني بقى يبقى في حاجه مختلفه يعني. اتفضل. هو مبدئيا طبعا هي كانت رحله الحمد لله والشكر لله يعني ان احنا قدرنا ان احنا نعمل حاجه في وسط المجموعه الرهيبه اللي كنا فيها. مبدئيا كل يعني قابلنا ثقافات مختلفه، فاحنا يعتبر يعني مش عارف اقول ايه، بس الاحساس ده وصل لي انا شخصيا اول ما وصلنا هناك ان احنا اقل مجموعه في كل حاجه من ناحيه يعني في خوف جالك؟ لا مش خوف، يعني حتى لو انا النهارده ما بعملش حاجه على الاقل ابقى طالع بقيمه الاسم البلد اللي انا رايح لها. لكن انا النهارده جاي مسافر، محكوم عليا قبل ما امشي ما تحدوش معاك حاجات كتير، الاوزان، الطيران، ده انتوا رايحين رحله مش عارف كام ساعه، ده كل الحاجات دي طالعين 3 بس ومعانا مشرف علينا. المفروض ان يبقى معانا حد تكنيشن خاص بالمعدات، حد خاص بالمزيكا، حد خاص بالحاجات دي كلها. الكلام ده كله احنا قابلناه مع الفرق اللي كانت معانا. الفنان ليه علاقه بشغله فقط لا غير. بالنسبه للاجهزه اللي بيشتغل بيها، الحاجه اللي بيشتغل بيها جايه في صناديق، جايه في حد مسؤول عنها. الفنان داخل يشتغل فقط لا غير، ملوش علاقه بكل الحاجات اللي يعني تقصد ان المفروض يكون حد طالع معاكوا تاني خلص الاجراءات بتاعتكم كلها غير كابتن مثلا بكر بالظبط يعني يبقى كل حد يعني نقول علاقات عامه بس. احنا النهارده هنا يعني الفنان طالع عايز يعمل مزيكا، عايز يعمل اخراج، عايز يعمل لبس، عايز يعمل عده، عايز يشيل عده، عايز يعمل كل حاجه مطلوبه منه هو. وفي الاخر مطلوب منه ان هو جوه يشتغل، ان هو يعمل حاجه. الحمد لله والشكر لله ان بفضل ربنا المجموعه اللي كانت موجوده هناك قدرنا ان احنا نعمل كل ده. والمفروض ان احنا يعني دي حاجه خارجه عن ارادتنا ان احنا نعمل كل ده في الوقت القصير ده ونحقق النجاح اللي احنا حققناه ده، وان احنا نرجع بحاجه. الحمد لله والشكر لله، ده من فضل ربنا علينا. يعني نقول دي المعوقات كانت مقابلاك هناك ان انت لازم يبقى في حد معاك ويخلص كل الاجراءات بتاعتكم؟ مش بالظبط، لكن يبقى لكل حد شغله. يعني النهارده الفنان يبقى مسؤول عن شغله، ما يبقاش الفنان مسؤول عن شغله، عن انه يجهز لبسه، عن انه يجهز مزيكته، عن انه كل ده اوكي ان هو بيجهزه، لكن وقت الشغل هو محتاج ان في حد هو اللي بيجهز كل الكلام ده، هو مركز في شغله فقط. احنا ما كناش عاملين ده، احنا كنا عاملين فوق طاقتنا. يعني انا بقصد ان انت مثلا بتطالب ان يكون في حد معاكم يخلص كل الاجراءات، انت عليك تركز في الفقره بتاعتك بالظبط. لكن انا النهارده لما طلعنا السفريه دي، المهرجان اللي احنا رحناه ده، سواء انا او محمد ياسين او كريم راشد وطبعا معانا كابتن بكر، كلنا بنعمل كل حاجه. ما كلنا واقفين جنب بعض من جميع الطرق وجميع السبل وجميع كل حاجه احنا بنعملها. وفي الاخر الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا ان احنا نعمل. جميل. الحمد لله. ايه اللي شفته بقى هناك ونفسك فعلا تتمنى ان يكون في السيرك عندنا هنا؟ ان كل حد مختص بشغله فقط لا غير. يعني النهارده انا عشان في عندي ديفو صغير في المزيكا، فعشان اغيره فطلبت من كابتن بكر بلغ المترجم بلغ سبيكتر منيش، ما يطلعش منه نفسه ياخد الاوردر ويطلع يعمله، لازم يبلغ مدير السيرك، ومدير السيرك هو اللي يبلغ المخرج، والمخرج هو اللي يبلغ الاضاءه، عشان الكلام. كل حد مختص بشغله، مش النهارده بالظبط. كله ناجح في مكانه، مش كل حد بيعمل كل حاجه فمش هينجح في اي حاجه. يعني النهارده لما انا اعمل كل حاجه فمش هنجح في ولا حاجه، لكن لما اعمل حاجه واحده شغلي هكون ناجح فيها كويس قوي. بس طب انا سمعت ان كان في مواقف طريفه بينكم حصلت هناك، يعني احكي لنا بقى عن حاجه من الحاجات دي. هو قابلنا موقف كده واحنا مسافرين من القاهره على اسطنبول، فتعبانين، رحله كانت شاقه جدا ورحله متعبه جدا. طبعا نازلين احنا اللي بننزل العدد واحنا اللي بننزل الحاجات الشنط بتاعتنا وكل حاجه بتاعتنا، فمن كتر التعب ما لقيناش اي مكان نريح فيه، وقاعدين ترانزيت حوالي 8 ساعات. دخلنا نمنا في الجامع بتاع المطار. مش عارفين بقى لو دي بلد ما كانش فيها اسلام كنا نمنا فين. يعني كويس ان اسطنبول فيها دين، احنا دخلنا نمنا في الجامع، ومش احنا لوحدينا، يعني في ناس كتير جدا كانت نايمه في الجامع. ده يعتبر اطرف موقف حصل واحنا ماشيين. عامة بنتمنى لك دايما التوفيق، ربنا يخليك، والحمد لله على السلامه، ودايما يا رب نزيد من الجوائز للسيرك القومي. ربنا يخليك. شكرا يا فندم، الف شكر.